النهاردة هنعمل مع بعض التشيكن ستريبس او الفراخ الزنجر. هنعملها بتتبيلة حلوة جدا، وهقولك ازاي تعملي فراخ مقرمشة من بره ومستوية جدا من جوه. بجد طعمها حلو جدا، وهقولك على مكون هتضيفيه للفراخ هتخلي الفراخ بتاعتك مقرمشة جدا جدا من بره. بجد الوصفة ديت حلوة جدا وبسيطة وسريعة، ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها على طول. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. انا استخدمت نص كيلو من صدور الفراخ، وهقطع الفراخ لشرايح بالطول بالحجم اللي انت شايفاه كده بالظبط. وهو ده شكل الفراخ بعد ما خلاص قطعت كل الكمية. هو ده الحجم اللي انا عاوزاه، ده الحجم المناسب، مش رفيعة قوي ومش سميكة قوي. يلا بينا نشوف هنتبلها ازاي. للتتبيلة هستخدم كوباية من اللبن الرايب، ولو ما عندكيش لبن رايب هتستخدمي كوباية من الحليب وعليها عصير ليمونة. ودلوقتي هنضيف البهارات: معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من القرفة والفلفل الاسود وبهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من البابريكا والبصل البودر والثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من الشطة والزعتر والكاري وكمان السكر. طبعا كل البهارات دي تقدري تتحكمي فيها، يعني تقدري تستغني عن حاجة او تزودي حاجة براحتك، مفيش اي مشكلة. وهنزل بكل البهارات ديت على اللبن الرايب، وهضيف عليها عصير ليمونة كاملة، وهضيف مرقة دجاج، مكعب مرقة دجاج، انا بحبها جدا في كل التتبيلات اللي بعملها. وبعدين هنزل عليها بقى بالفراخ، وهضيف عليها معلقة كبيرة من الكاتشب، وهقلب الفراخ دي كويس جدا واغطيها وادخلها التلاجة، وهسيبها في التتبيلة من 2 ل3 ساعات، دي اقل حاجة، وممكن تسيبيها اكتر من كده علشان الفراخ تشرب من التتبيلة كويس. ودلوقتي هنجهز الكفر الخارجي للستريبس بتاعنا. هستخدم كوباية كبيرة من الدقيق وعليها نص كوباية من النشا، واخلطهم كويس جدا مع بعض. لازم ابهر الدقيق كويس علشان الستريبس بتاعنا الطبقة المقرمشة بتاعته يبقى ليها طعم كده. البهارات اللي هنضيفها: نص معلقة صغيرة من الملح والبصل البودر والثوم البودر والكركم والبابريكا والشطة طبعا اختياري. وكمان هنضيف اهم مكون وهو معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهو مكون مهم جدا، وهو اللي هيخلي الستريبس مقرمش جدا من بره، وفي نفس الوقت القشرة بتاعتها هتبقى هشة مش سميكة، يعني مش هتضايق الواحد كده وهو بياكلها. وبعد ما خرجت الفراخ من التلاجة بعد ما اخدت وقتها في التتبيل، هشيل كل الفراخ دي من التتبيلة وهحطها في طبق، علشان اضيف على باقي التتبيلة اللي موجودة في الطبق حوالي نص كوباية من المية الباردة، عشان هستخدمها في الكفر الخارجي للستريبس. وممكن بدل الخطوة اللي انا عملتها دي تستخدمي البيض، استخدمي حوالي 3 بيضات مثلا وعليهم حبة ملح وفلفل، وهتعمليها بديل المية دي، او ممكن بديل البيض خالص مية باردة من غير اي بهارات ومن غير اي حاجة خالص. دلوقتي انا هاخد الفراخ واحطها في الطبق بتاع الدقيق والنشا، وهقلبهم كويس جدا في الخليط ده. لازم اتأكد ان الفراخ اتغطت كويس جدا بالدقيق والنشا، وبعدين هنزل بيها في خليط المية اللي انا قلت عليه، وبعدين هخرجها تاني على الدقيق وهقلبها كويس جدا مع بعض لحد ما تلاقي ان الفراخ اتغطت كويس جدا وبقت بالشكل ده كده. هتلاقيها كونت طبقة كده على الوش بالشكل ده، لما هتتحمر هتديكي شكل القرمشة اللي بتبقى موجودة بره بالظبط. وهعمل بقية الكمية بنفس الطريقة كده. اهم حاجة ان وانا بشيلها من الدقيق بنفض الدقيق منها بالشكل ده عشان يديني المنظر ده كده بالظبط، وهو ده الشكل اللي احنا عاوزينه، الشكل اللي هو المكرمش اللي بره ده. ده اهم حاجة عشان لما يتحمر يدينا الشكل مظبوط زي بتاع بره بالظبط. ودلوقتي بعد ما خلاص خلصت كل الكمية هبدأ احمر بقى الستريبس بتاعنا في زيت غزير. لازم تحمري فيه الستريبس، لازم الستريبس يبقى غرقان في الزيت عشان يديكي شكل الستريبس بتاع بره بالظبط. اهم حاجة ان الزيت يكون سخن وما تكونش درجة الحرارة عالية قوي علشان الستريبس ما يتحرقش منك. وتابعيه لان هو ما بياخدش وقت ابدا، اول ما هيتحمر معاكي تقلبيه على طول وتتابعيه، وتبداي تشيليه من الزيت لان هو اصلا مش هياخد وقت في التسويه، لانه واخد وقته في التتبيله، وكمان هو اصلا متقطع قطع صغيره. واول ما يتحمر ما تطلعهوش على مناديل مطبخ، لا طلعيه على شبكه
او مصفى، عشان لو حطيتيه على مناديل مطبخ هيطرى ومش هيبقى حلو ابدا. بجد وصفة سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت وتفاصيلها بسيطة، وتقدري تتحكمي في التتبيلة والبهارات اللي انت عايزة تضيفيها. ما بياخدش وقت، جميل، تنفع في السندوتشات، تنفع مع رز بسمتي، تنفع مع مكرونة، تنفع بعيش وطحينة او كاتشب وبطاطس بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وده شكل الاستريبس بتاعنا بعد ما خلاص خلص. بجد شكله حلو جدا وريحته تجنن وقرمشته خطيرة، والفراخ مستوية جدا. بجد طعمها حلو قوي قوي قوي، جربيها وصدقيني مش هتندمي. بسهولة جدا وبمقادير بسيطة هتعملي احلى ستريبس في البيت وهتفرحي بيه ولادك. هسيبلك كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. اهم حاجة تجربيها وتقوليلي ايه رأيك في الكومنتات، وكمان هسيبلك اللينك بتاع عمل الكاتشب في صندوق الوصف. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلب انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير وهستنى رأيكم في الكومنتات.